من فترة أعلنوا إن هم بدأوا يجهّزوا لفيلم سفاح التجمُّع، وكمان أعلنوا إن البطل هو أحمد الفيشاوي، فتعالَ نتكلّم شوية عن قصة الفيلم بتاع سفاح التجمُّع. النهارده أحمد الفيشاوي نزّل فيديو من تحضيراته للشخصية بتاعة السفاح وأبهرني. أحمد الفيشاوي متقمّص جدًا وشكله شكل السفاح جدًا. أحمد الفيشاوي أنت شايفه في الفيديو اللي أنا حاطّته لك طبعًا، بس ده شكل السفاح. واو! أنا منبهر إن هو عمل كده بصراحة. بصراحة قلقان شوية من الفيلم، لإنه من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب، يمكن يكون مؤلف شاطر، بس لأ، يعني مش هتخرج، ليه تخرج؟ بس طبعًا أنا مش هاحكم من بوستر، أنا مستني أشوف الفيلم بصراحة. بس في حاجة تانية برضه، في حاجة نسيناها يعني. من فترة كده شاهد نزّلت فيديو بموسيقى سفاح الجيزة، وقالت إن هم هينتقلوا من الجيزة للقاهرة الجديدة، اللي هي تقريبًا في التجمع يعني. وبعد كده نزّلوا فيديو تاني لموبايل بيرن عليه شخص اسمه آدم، وحاطين الأغنية الشهيرة العدل فوق الجميع وبيشاءوا المخلوق، اللي كانت في مسلسل سفاح الجيزة. بس لو جيت بصيت على تحضيرات أحمد الفيشاوي هتلاقي إن اسم الشخصية في الفيلم شريف. فمين آدم؟ وإيه المسلسل اللي نزل على شاهد ده؟ الحقيقة إن نفس قصة سفاح التجمع بيتعمل لها كمان مسلسل غير الفيلم اللي بيتصور أو هيتصور كمان فترة. طب مين اللي هيعمل المسلسل؟ ما حدش عارف بصراحة، بس الكلام الأكبر إن اللي هيعمل المسلسل الممثل الشاب عصام عمر. في حالة إن أحمد الفيشاوي أو عصام عمر قدموا الدور أنا متفائل بيهم هما الاتنين جدًا، الاتنين ممثلين شاطرين يعني. هل بقى أنت شايف إن قصة السفاح دي تستاهل تتحكي؟ بالذات إن هي مش قصة قديمة، هي القصة دي من السنة اللي فاتت. اكتب لي رأيك في الموضوع في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وفولو وشير، وبس كده.